ازيك يا شباب عاملين ايه؟ والله محشنا من المره اللي فاتت. لو بتسال انا مغمض ليه؟ لان المفروض في مفاجاه انا نفسي ما اعرفهاش. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا النهارده جاي اعمل له مفاجاه كويسه جدا. افتح بقى وشوف المفاجاه. ورينا يا يلا معلم بينا. جبتنا المره دي من مطعم ايه ده؟ مارفلز برجرز. اوه سوبر هيروز. انت بتحب مارفلز ولا دي سي؟ انا بحب الاثنين بصراحه. انا عن نفسي يا معلم تيم مارفل، طول عمري تيم مارفل وبحب سوبرمان وباتمان. انا بحب الاثنين، فعشان كده جايب من هنا شخصيات ومن هنا شخصيات. يعني يبقى في تحدي ضرب نار مارفل ضد دي سي، وهنشوف بقى شويه سندوتشات وحبشتكنات مع التحدي اللي هيولع نار ما بيننا. مين اخر مره واحد كسب المره اللي فاتت؟ هو في غيري؟ انا بفوز دايما بقالي فتره. كسب مرتين متتاليتين ورا بعض. هعمل بقى زي ميسي واخطف منه قابلني. الانتصار ولا ايه؟ قابلني. ولا هو اللي هيكسب للمره الثالثه؟ ابقى قابلني. مرحبا بكم يا شباب في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. لو انت جديد معانا ما تنساش تخبط اللايك المتين وتعمل شير. اكل الديابه يعني الناس اللي بتحب الاكل وتحديات الاكل وريفيوهات المطاعم والحاجات الجديده والافتكاسات. ما تنسوش يا شباب تفعلوا زرار الجرس وتعملوا كومنت ولايكات وشيرات كتيره. ما تنسوش كمان عندنا صفحه الفيسبوك هتلاقوها هنا اهوت، وهتلاقوا كمان صفحه الانستجرام هتلاقوها هنا اهوت. لو انت عجبك الحوار في فيديوهات كتير وتحديات كتير عملناها في الحلقات اللي فاتت، ممكن تتفرج عليها من البلاي ليست اللي اسمها اكل الديابه. وطبعا في فيديوهات كتيره بتنزل كل اسبوع بيبقى في تحدي شكل ومطعم مختلف. ما تنسوش بقى تكتبوا لنا في الكومنتات ايه المطاعم اللي انتوا عايزين تشوفوها معانا او الافتكاسات في الحلقات الجايه. يلا بينا بقى يا برنس نخش في التحدي. يلا بينا. التحدي معانا المره دي متقسم جزئين، جزء ابيتايزرز وجزء السندوتشات. جزء الابيتايزرز عباره عن ان احنا هنتغمى احنا الاثنين وهنجس ايه الابيتايزر اللي احنا جبناها، واللي هيخمن صح هياخد نقطتين، واللي هيعرف يخمن صح هيسأل التاني سؤال صعب يختاره من دماغه، سواء بقى كان ايه المسرحية الفيلم او اي سؤال شخصي عايز تزنق بيه يا معلم. ولو انت جاوبت صح هاخد نقطة، لو انا معرفتش اجاوب البرنس اللي سأله السؤال وكسب هياخد نقطة. يلا بينا بقى نبتدي بالجزء الاول من التحدي. يلا بينا. يلا بينا بقى باكابورتا. باكابورتا. ايه ده الباكابورتات؟ باكابورتا باكابورتا اعلى باكابورتا ونسحب اول ابيتايزرز معانا. لا انا ولا البرنس عارفين ايه اللي جوه العلبه دي. يلا بينا بقى نشوف. حطها كده في السنتر وابتدي حسس معايا. اللي هيخمن صح هياخد نقطتين ويسال على طول السؤال يا معلم. هوبا نبتدي نمد كده ايدينا ونشوف ايه ده. استنى كده انا مش عايز اقول واساعدك. تعالى كده هخمن ونقول سوا عشان ما حدش يغلوش على التاني. يلا انا عارف. انت خلاص عرفت؟ طب استنى كده اخد قطه اتاكد. 1 واحد، 2 اتنين، 3. وافل بطاطس بالجبنه. ايه يا معلم ده ما طلعتش بطاطس. طلعت وافل بالجبنه. اوبا انت كده طلعت الصح، ويبقى كده انت خدت النقطتين. ازنقني بقى بالسؤال عشان اشوف اذا كنت هعرف اخد نقطه ولا انت هتكسب كمان نقطه. عمرك في حياتك دخلت مكان يعني المفروض ان هو للبنات وانت دخلت وكان انت ولد؟ يا معلم اول مره في حياتي اركب مترو الانفاق. ما كنتش اعرف ان في مترو لا مؤاخذه للرجاله ومترو الحريم. اللي لقيته قصادي فاضي رحت راكبه. طبعا مترو الحريم يبقى فاضي اكتر. وبعد ما ركبنا وطلعنا اول محطه اكتشفت ان المترو كله مليان حريم واضطريت انزل المحطه اللي بعديها. كده انا عرفت اجاوب فبقى السكور 2-1. وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد ده شكل الوافلز اللي بالجبنه. طول عمرنا نسمع عن الوافلز اللي بالنوتيلا واللي بالكراميل، لكن وافلز بالجبنه دي جديده. يلا بينا بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. والله هو اختراع جديد، بس انا حاسس ان الوافلز لو فعلا بالكراميل او بحاجه حلوه كانت هتبقى احلى. انا بصراحه عن نفسي انا مستمتع جدا بالجبنه، وخصوصا الوافلز كرانشي. عامله زي البطاطس بالظبط، والفرق ما بينها وما بين البطاطس مش كتير. يعني تحس ان الوافلز والبطاطس نفس الواحد، نفس حاجه الحاجة. واحده. وعلى كده بقى يا كوتش ثمن الابيتايزرز دي كام؟ 48. الكميه حلوه والوافل مع الجبنه طعمها شغال متوسط مش جامده. فانا شايف فير قوي نديها 6 من 10. وأنا كمان السعر والجوده شغال. يلا بينا بقى نشوف الابيتايزرز التانية اللي معانا ايه، ونسحب بقى الايتم اللي بعده. وربنا يستر ما يطلعش سندوتش. هوبا غمي. اوعى انا مش شايفك. اوعى ولا تكون انا فاتح. اوعى تكون بتخم. تعال نشوف ايه ده. دي حاجه كده من ملمسها مقرمشه، يعني كرانش، حاجه كرانش. انا عرفت ده ايه. انا كمان عرفت ده ايه، بس مش هقول عشان اغششك. يلا نستنى شويه. 1 2 3 تشيكن بانيه ستريب. كريسبي. ايوه بقى يا معلم طلعت انا المره دي صح. وللناس اللي بتحب الفراخ حبه
الشيكن ستريبس جامدين من الاخر وذهبيين. يلا بينا بقى نقزقز ونشوف ايه الكلام. هي قريبه من الفراخ بس مش بانيه، مقرمشين طعمين والسعر 64. الناجتس، ولا لو كانت ناجتس او كانت فرايد تشيكن كان هيبقى احلى. حاسس ان هي يعني ايه مقدقده شويه يعني. هي إيه؟ نفس تقريبا نفس الخلطه بتاعت الفرايد تشيكن. الوافل اللي بالجبنه كانت اروع سيكه، اروع بكتير. حاسس ان الفراخ بتعض شويه، يعني تحس ان هي سيكه مش طازه. واضح ان التشيكن مش ملعبهم قوي. يمكن الوافلز كانت اسهل بالنسبه له. السعر زياده 64 جنيه كتير. الكميه شغاله متوسطه، طعم برضو متوسط او يمكن اقل من المتوسط. انا والبرنس مش متكيفين قوي واحنا قاعدين بنعضعض في الفراخ. ده غير ان الاوردر مش جاي معاه حبه توميه، حبه طحينه، حبه مايونيز، اي حبشتكنات، باربيكيو صوص ندب فيها الستريبتيز ده عشان يبقى طعمه احلى. ففير قوي ندي البرنس 4 من 10 كده. انا المره دي خمنت صح. السكور كان 2-1، انا خمنت صح فبقى 3-2. وانا دوري دلوقتي ان انا اسالك السؤال. لو عرفت تجاوب صح هتبقى 3-3، ولو ما عرفتش تجاوب صح هتبقى 4-2. ايه هو الفريق اللي كسب كاس العالم المره دي بتاع قطر؟ انا عارف بقى ان انت مالكش في الكوره وممكن ما تعرفش تجاوب. هي الارجنتين. دي حاجه يا معلم لا تخفي عن احد. كل الناس عارفه ان ميسي رجع كاس العالم للارجنتين، وبكده يمكن تساوى وتخطى مارادونا نفسه. برافو عليك بصراحه، ولعبه كان نضيف بصراحه. ميسي يا معلم حسي. ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حسي. كده السكور بقى 3-3. وبكده يا شباب يبقى الجولة الأولانية خلصت وكانت بالتعادل 3-3. هنخش بقى في الجولة الثانية بتاعة السندوتشات وتخمين ايه اللي جوه السندوتشات. انزل لي بالسندوتشات. 1 2 3 4 5. دي يا شباب كل السندوتشات اللي موجودة عندهم في المنيو بتاعة البرجرز. حبة دي سي على حبة مارفلز. هتعرفوا معانا ايه الهيروز وكل سندوتش عبارة عن ايه، سعر كل سندوتش كام. وانت كده بتتفرج معانا يا معلم ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر النوتيفيكيشن اللي هو زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد. يلا بينا نخمن. فالتحدي هيبقى احنا الاثنين هنختار سندوتش، واللي هيقول على السندوتش ده تخمين ويطلع صح هياخد نقطتين، واللي هيخلص السندوتش الاول هياخد نقطه. يلا بينا يا معلم نقول بقى حزي بازي يو حزي بازي يو. وبما ان انا كسبت المره اللي فاتت انا اللي هخمن السندوتش اللي احنا هنخمن عليه، وبعد كده نشوف كل واحد هيقول ايه. حازي بازي كله علازي. علازي بقى ايه؟ اركن دول على جنب. هو ده السندوتش اللي هنجربه المره دي. قبل بقى ما نفتحه قول انت تخمينك وانا هقول تخميني. في هيروز معانا باتمان، معانا سوبرمان، معانا سبايدر مان، معانا ايرون مان، ومعانا مين تاني؟ كابتن امريكا. شوف بقى من الهيروز الكتير اللي احنا قلناهم دول ده هيبقى اهني ايه هيرو فيه. كابتن امريكا. ده كابتن امريكا. ده كابتن امريكا. وانا تخميني ايرون مان عشان يبقى ايه الحرب الاهليه. هوبا يا معلم ادي السندوتش ونشوف. طلع ايرون مان. يبقى انا كده تخميني كان صح، وبكده هاخد اول نقطتين في التحدي ده. وبقى السكور 5-3. وادي سندوتش الايرون مان زي انتم ما شايفين. لون البرجر احمر وشكله كده تشيكن. تعال بقى نشوف جوه السندوتش ايه والطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا يا ايرون مان. تعال بقى ناكل سندوتش ونشوف مين اللي هيخلص الاول ونقول لكم ايه الكلام. السندوتش يا معلم شكله كده حبه فراخ وحبه ايه تركي، وشكله كمان في ليتس وحبه مخلل. شكل العيش مغري وبصراحه انا متشوق جدا عايز ادوق. يلا بقى بينا نبتدي. 1 2 3 هوبا. مين هيخلص الاول؟ فراخ بتعض تعمل عيش شغال، والتركي مدي الحاجه طعم. على فكره انا كنت فاكر ان هيبقى طعمه مثلا مسكر، طعم العيش مش عارف ايه، برغم ان هم حاطين الوان فيه. هم في الفراخ بصراحه يا معلم مش قد كده، بس طعم التركي اللي جوه السندوتش شغال. فعلها الوحش فعلها. تنص النقطه كده بقينا 5-4. قول لنا بقى رايك ايه في السندوتش؟ بصراحه السندوتش لا حلو قوي ولا وحش قوي، هو في النص. في نفس الوقت البانيه اللي جوه اللي هم حاطينه في البرجر اللي هو البرجر فراخ نفسه مش طري، وبعدين بيزور. يعني انا زورت وانا باكله، وفعلا زي محمد ما بيقول بيعض. جوده السندوتش متوسطه، فهياخد يا معلم 5 من 10. 5 مواه. ويلا بقى وايوه بقى 5 وما يلا بقى وايوه بقى. يلا بينا بقى نشوف السندوتش اللي بعده. نكستو بالجبنه النستو. وبما ان انا اخترت المره اللي فاتت فالبرنس هو اللي عليه الدور المره دي. اختار بقى يا معلم ويلا بينا نشوف. كده احنا شلنا ايرون مان من الليسته. تخمينك بقى ايه المره دي؟ سبايدر مان. ايرون مان بعد كده سبايدر
مان، انت ماشي مارفل. طيب انا بقى المره دي هغير، نجرب باتمان، يبقى باتمان وسبايدر مان. يلا بينا نشوف. يلا بينا. طلع سوبر. لا طلع باتمان ولا طلع سبايدر مان، طلع طلع سوبر سوبر مان. مان. وده معناه عزيزي المشاهد ان هو لا خد اهدي صفر. لا انا خدت نقطه ولا هو خد نقطه. بالظبط كده. تعال ندوق ونشوف السندوتش ايه الكلام. وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد، شكل لون السندوتش بتاع سوبرمان عادي، ده غير ان هو شكله بيف مش تشيكن وعليه سمسم من فوق. تعال بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. وزي ما انتم شايفين عزيزي المشاهد، السندوتش عباره عن برجر وبيكلز وفي حاجه جديده. دي طلعت ايه دي؟ اناناس. اوبا اناناس وسط البرجر، ده هيبقى طعمها عامل ازاي؟ يلا بينا ندوق ونعرف الطعم عامل 1 ازاي. 2 3 ولسه برضو اللي هيخلص الاول هياخد نقطه. يلا بينا. السندوتش كمان شكله فيه سلامي، بس طعم الاناناس مغير طعم السندوتش. البرجر موجود جوه السندوتش سك، يعني تحس ان هو 2 برجر يا معلم. طعم البرجر احسن من الفراخ. العيش يعني يمكن مرهق حبتين، لكن حاسس ان جودة سوبرمان كانت اعلى من ايرون مان بصراحة. وهم كده السكور بقى 6-4. انا اللي خدت النقطه دي. السندوتش بصراحه اجمد بكتير من الايرون مان. يمكن الحاجه الوحيده لما تبص السندوتش هي الاناناس، لكن غير كده واضح ان هم بيعملوا البرجر البيف احسن من الفراخ بكتير. السندوتش فيه حبه سلامي مع حبه مايونيز حلوين وحبه بيكلز، اجمد بكتير. فانا شايف ان فير قوي ياخد 7 من 10. كده باقي 3 سندوتشات. يلا بينا بقى نختار. اختار انت بقى. تاتا انا اللي عليا الدور المره دي. حازي بازي كله علازي. هوبا اللي خرج بره المنافسه لحد دلوقتي ايرون مان وسوبرمان. يلا بينا بقى جس قول. باتمان. انا المره دي بقى هغير واقلب بقى يا معلم مارفلز، يبقى كابتن امريكا. كابتن امريكا فيرسس باتمان. يلا بينا بقى نشوف. هوبا ونفتح. طلع كابتن امريكا وانا اخد نقطتين تانيين، بقينا 8-4. واضح ان الجاب بقت كبيره. يلا بينا بقى نشوف ايه الكلام، والساندوتش ده هيبقى طعمه وعامل ازاي. طبعا كابتن امريكا معروف باللون الازرق، فاحنا هنجرب البرجر اللي لونه ازرق ونشوف ايه الطعم وايه الدنيا بتاعته عامله ازاي. ازرقيكا مع حبه بقى برجر وحبه طماطم. شكله حبه سلامي برضه. 1 2 3. حجم البرجر برضه سك زي سوبرمان. يمكن الفرق ان في هنا خس ومفيش اناناس، ده غير ان في مايونيز في الساندوتش. وفي حاجه كمان احس كده واعرف اقول ايه الكلام. في مشروم، في سلامي. وحش. بص بلع الساندوتش. يمكن من الفرق ما بين الساندوتش ده وبتاع سوبرمان ان ده فيه مشروم والتاني فيه اناناس، ويمكن ده فيه مايونيز وطحينه اكتر، فده يعني ليه الافضليه. بس انا حاسس ان العيش بتاع سوبرمان كانت احلى عشان كان فيه سمسم. يمكن اللون اللي بيعملوه على البرجر على العيش بيخلي طعم العيش غريب شويه. فسوبرمان كان عالي ليه مميزات وده كان ليه مميزات، فالنتيجه في الاخر ان الاثنين زي بعض بالظبط. 7 من 10. البرنس خطف نقطه وبقينا 8-5. خش لي بالسندوتشين اللي باقيين. يلا يا برنس انت عليك الدور المره دي. وده باتمان. باتمان. كده مين اللي فاضل من مارفل؟ باتمان وسبايدر. طيب يبقى انا هختار سبايدر. طلع سبايدر. طلع سبايدر مان. وانا كده بقيت 10 كام 5. 10-5. الجاب رجعت زادت تاني. والبرجر السبايدر شكله كده برضو تشيكن زي ايرون مان، بما ان الاتنين احمريكا. تعال بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. 1 2 3. السندوتش فيه زياده بيبروني، ده غير ان تحس ان الفراخ طعمها سبايسي سيكا فظيع يا شباب، سريع جدا. وده غير ان كمان في السندوتش بصل ومش حاطين فراخ على الفراخ ده ولا ايه ده؟ فراخ بس مفيش حاجه غير. يمكن حلاوه سندوتش سبايدر مان ان هو سبايسي، محطوط فيه بصل ومحطوط فيه بيبروني. الحشو اللي فيه زياده، يمكن ده اول سندوتش فيه حشو مليان. كل السندوتشات اللي انتوا شفتوها معانا يا شباب دي كلها سمول، والاسعار تقريبا بتاعه السمول كلها 65. فانا شايف ان ده اول سندوتش معانا هيكسر ال7، وسبايدر مان 8 من 10. وبكده يا شباب يبقى احنا وصلنا لاخر سندوتش معانا في الحلقه دي، وهو باتمان. السكور بقى 10 كام؟ 10-6. فتعالى بقى نشوف. طبعا احنا عارفين السندوتش ده بما ان احنا جربنا كل حاجه، فمحدش هياخد نقط على التخمين. هنشوف مين اللي هيخلص الاول، وبكده يبقى انا كده كسبان. هو كسبان عشان هو حتى لو خد النقطه هيبقى 10-7. يلا بقى نشوف باتمان هيقتنص الفوز من سبايدر مان، ولا سبايدر مان هيفضل على على الصداره. والسندوتش الاخير
الاخير معانا طبعا باتمان، زي ما انتم شايفين لونه العيش دارك، شكله بيف برجر وباين كده من بره حبه جبنه وحبه بيبروني. تعالى بقى ندوق ونشوف ايه الطعم. باتمان بقى كده معلم شكله لحمه في لحمه. تعالى بقى نبتدي. يلا بينا. 1 2 3 هوبا. باتمان كده تحس ان هو لحمه في لحمه، بيفكرني بالحواوشي، ما فيهوش خالص فيه مايونيز وفيه كده تقريبا سلامي. بحب بصراحه السندوتش بتاعي يبقى لحمه بلحمه كده، بيبقى ايه يعني، واخد لي بالك، ملزلز لحمه كده اوفر دوز. طعم اللحمه لحد دلوقتي عندهم تكسب احسن بكتير من الفراخ بصراحه. الفراخ عندهم تعبانه، ويمكن الخلطات اللي بيحطها في السندوتش زي مثلا سبايدر مان بتبقى لذيذه. انت مصر تاخد النقطه بتاعه التخليص بسرعه. لا ياخد له نقطه يا معلم، احنا مش فارق معانا، احنا كده كده كسبانين بفرق 3 نقط. بصراحه يا جماعه السندوتش ده جميل جدا، البرجر بتاعهم حلو جدا. انا بصراحه اتكيفت واستقنيصت منه على الاخر. السندوتش ده يستاهل فعلا 8 من 10 فعلا. السندوتش ده بينافس سبايدر مان في الطعم وفي الحشو، ويمكن كمان في السعر، لان كل سندوتشات السمول نفس السعر، فهنديله 8 من 10 فير قوي. يبقى كده افضل سندوتشين معانا في الحلقه دي هما كانوا السبايدر مان وباتمان. وبكده يا شباب خلصنا التحدي بتاع ايرا مارفلز برجرز. طعم البرجرات كان تحفه، وكان تحدي جامد جدا ما بين السوبر هيروز باتمان وسوبر مان وسبايدر مان، وحبه هيروز جامدين من الاخر. طعم السندوتشات كان جامد، الاسعار كانت شغاله، وبصراحه الابيتايزر كان تحفه، والحاجات اللي جايبينها كانت جامده جدا. تقييم المحل بصراحه كان جبار. انا عن نفسي اتكيفت يا عم انا اتكيفت عليا بجد حرفيا. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، تعملوا له كومنتات ولايكات. عندكم صفحه الفيسبوك بتاعتنا هتلاقوها هنا اهوت، صفحه الانستجرام هتلاقوها هنا اهوت، وما تنسوش تفعلوا الهاشتاج بتاع اكل الديابه. المطعم كان جامد جدي وفير قوي، ابريتد ياخد 7 من 10. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم من تحديات اكل الديابه. تحدي كان جامد، وانا اخيرا عرفت اكسب البرنس بعد انتظارين متتاليين ليه. نشوفكم في تحدي جديد من تحديات اكل الديابه، ونشوفكم في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. بيس.